شوفوا لي هالأكلة الروعة بدون قلي بدون سلق بمكونات متوفرة بكل بيت. أول شي رح نضف الزهرة مثل مو شايفين أو القرنبيط، شلت اللي السواد اللي عنها وغسلتها منيح، ودهنت الطنجرة بسائل الجليل لسهولة التنظيف ومثل ما انتبهتوا اسمه نورا. بعدين حطيت الزيت النباتي بالطنجرة، قليت فيه البصل المقطع شرائح، وبعدين زدت عليه الثوم وهلأ الزهرة. طبعا مثل ما قلت لكم بدون قلي بدون سلق ولا شي. شوفوا لي هالتين، هاد نهاية الموسم ما شاء الله تبارك الرحمن على هالمنظر. بعدين لما حمست الزهرة شوية ضفت عليها دبس بندورة، دبس فليفلة، معلقتين دبس بندورة، معلقة دبس فليفلة. بعدين زدت عليها البندورة المقطعة شرايح، حطيت حوالي تقريبا الكيلو بندورة، وزدت عليهم المية لو تركتهم لحتى يغلوا منيح. زدت الملح وبعدين الكمون والكركم، وهدول المكدوسات اللي عملناهم بالفيديو الماضي طبعا كعبستهم وحطينا القهوة عليهم. كنا عجبتكم طبختنا، ألف صحة.